السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. النهارده هقدم لكم وصفة بسيطة جدا اللي هي التومية. المفروض كنت عملتها امبارح مع الشاورما، بس كان الفيديو طويل. فهي بنحتاجها في الشاورما، في المشويات، على حسب ما انتوا عايزينها يعني. بس هي بتبقى جميلة جدا وطعمها حلو قوي، بتبقى من مقبلات الأكل. فهنحتاج هنا معلقتين كبار نشا، وهنحتاج هنا ملح ومايونيز. عندك برطمان في التلاجة خدي منه معلقتين كبار، وتوم، فصين توم، وربع كوبايه خل. خلاص. قبل ما بقدم الوصفه هقدم لكم على حاجه، هقول لكم على حاجه كويسه جدا هتنفعنا كستات بيوت، وبتواجهنا كتير قوي في الملابس عندنا. ان احنا بنلاقي لبس بنتفاجئ بيه في الغساله، بنطلعه بنلاقي فيه عليه بقع تانية من لبس تاني، وبنقعد بقى مش عارفين بقى نلبسه. خلاص بقى بنعتبر خلاص انه باظ، لان البقعه بتبقى باينه. طيب هنعمل فيها ايه؟ هنجيب نص مسحوق غسيل، نص كوبايه مسحوق غسيل اي مسحوق عندك، ونص ازازه اكسجين تركيز 20، دي بتتباع في الصيدليه، ومعجون اسنان، وكلور الوان اي نوع انت بتحتاجيه. وهنحطهم في ميه بتغلي، ونقلبهم كويس جدا مع كوبايتين مثلا، ونقلبهم كويس جدا ونركنهم على جنب. وهنجيب حله استانلس او طبق كبير استانلس، وهنحط فيه برضو ميه مغليه، بحيث كميه الميه التانية دي تغطي الحاجه اللي انا عايزه احطها، بنطلون او تي شيرت او بلوزه. ونحط الكميه اللي انا عملتها قبل كده مع بعض، ونقلبهم كويس جدا. وبعد كده نحط البنطلون او الحاجه اللي فيها بقعه، ونسيبها نص ساعه. وعلى حسب القماشه، ممكن قماشه تطلع من قبل النص ساعه، وممكن بعد. المهم حاجه يعني تسيبيها لما الميه تبرد، وبعد كده هتطلعيها، هتفرك فيها شويه مكان البقعه، هتلاقيها اتشالت بجد وهتدعي لي بجد. نبدا بقى في الوصفه. زي ما قلنا نشا ومايونيز وتوم وخل. هناخد النشا دي هنضربها في شويه كوبايه ميه على البارد، وهنحط الملح بس وفصين الثوم، هنضربها كويس جدا. الخل ده اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، ده هنحطه مع الضرب، وهنحطهم على النار. هنفضل نقلب فيهم وهم على النار كويس لغايه ما يتماسك، هيديني زي المهلبيه كده. هوريه لكم دلوقتي. هيبقى بالشكل ده. ده كده فصين الثوم، كوبايه الميه، ومعلقتين النشا بس. هناخد الخليط ده ونحطه في الخلاط مع ربع كوبايه الخل، ومع ربع كوبايه زيت. خلاص، انا نسيت اقدمها دلوقتي. الزيت ربع كوبايه زيت ونضربها كويس. والمايونيز هنضربها كويس جدا، نضرب مره واثنين وثلاثه في الخلاط. كل ما تضربي كل ما يديكي البياض الناصع، هتحسي ان هي بالظبط كده زي اللي بره الجاهز. خلاص، هقدمه لكم دلوقتي وهتشوفوه. انا ضربته في الخلاط طبعا عشان الصوت وعشان وقت الفيديو. خلاص، يبقى اهم حاجه تضربيه كويس. بعد كده هيطلع بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي. بجد طعمه تحفه قوي وحلو جدا مع الشاورما. لما تديني بيه سندوتشات، بص ابيض ازاي وناعم. ده كله بسبب انك تضربيه كويس في الخلاط. ويا رب تكون الوصفه عجبتكم والفكره عجبتكم، يا ريت تجربوها. بجد حلوه جدا. انا جربتها على بنطلون عندي، بجد شالت البقعه. وكل مره هقدم لكم فكره جديده ومعلومه مفيده. والسلام عليكم.